صبوا قال خبر الخط حتى قوم بخفيف ولا جلس كاي وكنا من تاي وسيخ قارب بس يعني يكون جن بزي أخذ تقل مثلني يغني اللي دقيمه خلص كسر سليمان شو اللي بيبرر كريك اللي دعلكم دي بري قلت له أمير علاء ومنه داود وأمريتال وسامدون أمير هليك أمير موجود ملايك ممكن تدي للشباب وممكن برجع يعني الأسئلة نرجع نسأل يعني أدي فرصة للشباب. أمريتال دي قاعد تطلع وتخش ممكن لو إيه رأيكم سامدون وداود لو تدوها فرصة وبعدين أمريتال أنا كل مرة أذكر منها لأنه دبا كاميرا ثبت مساعة الكبوت اللي أنا قلت لك اللي وديك عارف يمكن أمريتال هقول علم تحالفك وكمان هتتأخر من الليل داود تحالف قدر أمريتال أنت سامعني؟ أوكي تحالفي أوكي حلفي بقى داود معلش أنا أقول حالفة ثبت علت ودلت يمكن أباها قريب تبدأ من هنا وقلنا أستاذ وقلنا نسمع منها طيب تحالفي ولا بتلفون طيب أوكي طيب اوكي يا شباب في صوت. السلام ورحمة. مساء الخير. في صوت؟ اوكي الله اول مرة طبعا احكي من تليفون. اولا التحية للاخ الضيف سليمان حسين. ضيفنا يا جماعة كبر أتو سليمان. وتحية للأدمنية في إدارة الغرفة لمجهودة. صراحة أنا مداخلتي بعدمها لأنه والله ما تابعتها. كنت بعيدة ودخلت البيت متأخرة أو ما سمعت والله الأمسية، لكن حسيت بكم تشحدوا في الناس عشان تسأل. يعني يا جماعة هذا واحد قيادي في مدرخ بيتكلم عن دولة المواطنة والناس عندها مخاوف كثيرة من مدرخ. يا أخي المفترض الروم ده يكون فيه، يعني المفترض الغرفة تكون يعني ملانة والناس تسأل. يا كافي البلا لا نسأل لا نجدع لا نجيب. والله كارثة دي صراحة. عموما يعني الواحد يمشي ويجي البلطوك يلقى نفس الوضع. اي مدرخ يعني مدرخ الناس عندها تحفظات على مدرخ، صح ولا لا؟ هو الان قيادي من مدرخ جاي وبيطرح دولة المواطنة. يعني انا بتصور انه كل زول عنده مفهومه اوكي وعنده مخاوفه. الناس بتصور انها كانت المفروض تكون مجهزة ومحضرة للأمسية دي لانه بتصور انها من الأهمية بمكان. يعني عموما راح احاول انه اسأل اصيغ لي سؤال كده هسه على السريع. شنو الاسس اللي يعني نحن نقدر نبني عليها من رؤيه يعني او من وجهه نظر الاخ سليمان الشخصيه والمدرخيه. شنو الاسس اللي ممكن نبني عليها على اساس دوله المواطنه ونحن كلنا يعني انتمائنا للوطن وانتمائنا للمجتمع وانتمائنا لشركائنا في الوطن. يعني نحن كده بتصور انه اصبح ضعيف يعني او فيه شرخ وكده. ده السؤال ما اعرف مصاغبه يعني ما اعرف يا سليمان انت بس لملم وكده وحاول تلقى اجابه عليه. السلام ورحمه عليكم. المايك هسه انزل كيف انا انزل لي هذا اظن نزلت كان براي بدال طلعت عليكم ادمين. اوكي تمام.
مساء الخير أوريتال، وشكرا على الكلمات الرائعة. قلت حاجات كثيرة صراحة كذا، لكن أعتقد من الواجب أقول إنه المدرسة باعتباره منظمة مجتمع مدني ما طرح برنامج سياسي، ما طرح برنامج سياسي لأنه هو ما تنظيم سياسي. وفي داخل المدرسة هناك في تيارات يعني متعددة وناس من خلفيات سياسية ومختلفة، حتى قياديين في تنظيمات سياسية هم أيضا ده في المدرسة. والشيء السياسي المعروف به المدرسة زي ما أنت تحدثي هو محاولة يعني خلق منبر للحوار الوطني، بحيث يعني يقوم بدوره باعتباره منظمة غير سياسية وتقف على مسافة يعني متساوية للتيارات السياسية، يساهم بقدر الإمكان على أنه يوفر يعني منبر لحوار وطني حتى تسرى فيه هذه الأشياء بما فيها الموضوع اللي نتحدث فيه، وهو كثير من قضايا الساعة اللي تهم الوطن ومسألة التغيير في الإدارة بشكل خاص. فلو حسبنا بهذا الشكل نقدر نتكلم في الموضوع بقراءة مطروحة مني أنا بشكل شخصي، وأمثل نفسي في معقول يعني. هذا لا يمنع أنه نقدر نتناقش في أمور أنا على دراية بها أو يعني بها المدرسة وكذا، لكن طبعا بالذات هذه المسألة هي أمثل فيها نفسي ولا أحد غيري يعني، فممكن حد يختلف معي أو يتفق معي، هي مجرد رأي هو شخصي. أعود إلى سؤالك عشان يكون عندنا دولة بهذه المواصفات، يعني شنو هي الأركان اللي المفروض تجيب عليها الدولة هذه؟ يمكن أنا طرحت 3 أشياء، ممكن يكون في أشياء ثانية تكمل الموضوع، لكن أنا طرحت 3 أشياء. أولا المسافة المتساوية، فصل الدين عن الدولة، والمسافة المتساوية من الهويات أو الهويات التي تعبر عن تفاصيل التنوع الإسمي والثقافي والديني واللغوي في داخل المجتمع يعني، وتقوم على القيم الحرية والمساواة والقانون والتروريزم أو التسامح والإيمان بسنة القانون. الركن الثاني هو أن هذه الدولة لابد أن تخضع للإرادة الشعبية، أو تكون دولة يكون فيها السيد هو الشعب، يعني الشعب يمارس كامل سيادته في إدارة الدولة وهو المرجعية الأخيرة، بمعنى أن هذه الدولة تحكم بالدستور وتتسم بسيادة القانون وحرية الرأي واحترام الديانات وكل الحريات الأخرى. الثالث هو الوسيلة المستخدمة لإدارة هذه الدولة اللي هي السياسة كلها تنأى من تفاصيل جروب ايدنتيتي أو الهويات الجماعية ما لكل المواطنين، يعني نتكلم الآن عن الدين، عن الإثنية، عن اللغة، عن الثقافة، هذه الهويات المتعددة الموجودة في داخل المجتمع الواحد، واللي تربطه الهوية المشتركة هي الهوية الوطنية. الدولة بنفسها اليد، بمعنى أنه ما تتدخل لا في شؤونها ولا تسمح أنه هي هذه الكيانات
أو المؤسسات التي تعبر عن المصالح الجماعية للمجتمع، سواء كانت المؤسسات الدينية أو المؤسسات الثقافية أو غيرها من الهويات الجماعية في داخل المجتمع، هي أيضا ما تتدخل بشكل مباشر في إدارة الدولة، لكن يسمح لها بالتعبير عن همومها في داخل المجتمع. لكن السياسة هي الهدف منها هو أخذ زمام السلطة، يعني بما أنه هذه الدولة يعني أساسها هو حرية المواطنين في التجمع أو تشكيل منظمات وأحزاب سياسية، والحزب السياسي دائما يقوم من أجل أخذ السلطة، فلا بد أن يقوم على المواطنة، لأنه السلطة هي حاجة غير مشتركة لكل المواطنين وليس لجزء معين من المواطنين. فتحرير السياسة من الهويات المعدونة الوطنية هو يضمن استمرارية هذه الدولة ويخلق ويساهم في تعزيز مشروعية الدولة نفسها، لأنه الآن في مشروعية الدولة ومشروعية الحكومة. المشروعة وغير مشروعة هي الحكومة اللي تأتي بالانتخابات وما تأتي بالانتخابات، أما الدولة نفسها هي أكبر من الحكومة لما تكون مقبولة من المجتمع كله بكل اختلافاته السياسية والدينية والثقافية، ويتنافسوا فيها يعني لتقديم ما هو أفضل من برنامج سياسي ورؤية وطنية وفلسفة حكم وغيرها، تجي على خلفية القبول نفسه بالدولة. من هنا تأتي مشروعية الدولة. هذه ثلاثة أركان أنا أعتقد تشكل أساس لأن تكون هناك دولة المواطنة. ممكن تكون في أسباب ثانية لكن أركان ثانية، لكن ما اعتقدت ثلاثة أركان اللي ذكرتها هذه، وأتمنى أكون ساهمت ولو بقدر بسيط لسؤالك، وشكرا لأخت موريتال. داود، أسأل سؤالك ومعك طوال عندي سؤال. مساء الخير. مساء الخير، هل أنا مسموع؟ أنت مسموع. أنا ممتاز. أولا مساء الخير لكل الضيوف في الغرفة وبالأخص أستاذ سليمان. سؤالي أنا، إذا اخترنا دولة المواطن اللي بتقوم على الحق والواجب، لكن هل هذه الدولة أي جزئيات قانونية مثلا زي قانون الانتخاب حيعيق مثلا هذا الدولة بشكلها الحالي والتغييرات الديموغرافية اللي قاعد نشهدها؟ هل إن حاطين في حسبان هذا دولة المواطنة حتؤخذ بقوانين أو بمثلا إحصائيات قديمة قبل ولادة الدولة هذه، أم بالهوية الإريترية الموجودة حاليا بها حتعتمد شكل المواطنة في هذا البلد؟ أتمنى أنه أستاذ سليمان فهم سؤالي، وإذا ما مفهوم كمان أرجع. ما أدري إذا فهمت سؤالك، لكن بحاول، وإذا حسيت إنه إذا أنت حسيت، شكرا داود ثلاثة، إذا حسيت إنه ما فهمت سؤالك يا ريت ترجع، لكن باللي فهمته هي تكلمت عن مسائل الديموغرافية وغيرها المسائل. أعتقد هي تفاصيل تأتي فيما بعد، لكن ما هو مطروح هو أصلا نفسه، هل شكل الدولة التي تستجيب لرغبات المواطن الإريتري هي دولة المواطنة أم شكل ثاني من الدولة؟ خذ المسألة في هذا الإطار، لكن عند الدخول إلى وضع ترتيبات لتشكيل
هذه الدولة ومؤسساتها حتى فعلا تعبر عن حق حقيقي عن الرغبات المواطن الإريتري وتضمن السلم الاجتماعي وسيادة القانون، الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المواطني وأعيان البلد كلهم لابد أن يساهموا في وضع شيء أساسي اسمه العقد الاجتماعي اللي هو الدستور. والدستور هو اللي يحدد الأساس الذي تقوم عليه هذه الدولة. وهنا طبعا يعني الناس تحتاج تعتمد كوسيلة أساسية، والرغبة الجماعية الواضحة في إنها تضمن أن الدولة هذه تقف على أرضية صلبة فعلا تضمن سيادة القانون وحرية الجميع المواطنين. لكن بالتأكيد الطريق يعني ليس بذلك السهولة، لأنه يعني بالذات في اعتبارنا دولة ناشئة وما زلنا يعني لم نحقق بعد يعني شكل الدولة الذي يجمع عليه الإريتريين. طريق الوصول إليه هو الحوار الوطني الشامل والمسؤول، وما يقصي أي جهة من الجهات. ولما نقول ما يقصي أي جهة من الجهات أقصد كل الأحزاب السياسية، كل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية والأفراد وكبار البلد وأعيان البلد والمتعلمين، كلهم مع بعض لما يعتمدوا الحوار ويوصلوا إلى صيغة للتعايش مشتركة، وبناء عليه يوصلوا إلى إجازة المصادقة على دستور يعبر عن الإرادة العامة الجماعية هو الأساس الذي تقف عليه دولة المواطنة، لأنه الدستور هو الذي يحدد من هو المواطن، والقوانين التي تنتج من هذا الدستور هي التي تحكم البلد. والقوانين بطبيعة الحال مثل كل قوانين الدنيا حتى بما فيها الدستور يسموه يعني الليفين دوكيمنت، اللي هي وثيقة أفضل ما توصل إليه الناس في مرحلة معينة، لكن هي living document بمعنى أنه هي كائن حي، معناها مع التحديات مع التغيرات الاجتماعية والسياسية والداخلية وغيرها هو نفسه عنده وسائل وآليات داخلية بموجبه أو به تتحسن القوانين، يتعدل الدستور، تتغير القوانين وإلى آخره. المهم هو أنه الوسيلة اللي الناس تعتمدها لمواجهة ما لم يرضى عنه في هذه الدولة. وأتمنى أن أكون فهمت سؤالك وشكرا. سامدون تتوالي ومنه سؤال هلا نسر مسألة دي باللي تكست يقولوا إنه سألته منه لا نلزقني إذا المريض لزمنا مسيته إنك تفضل سامدون. شكرا ملايت عليكوس كسمع عليك الله. السلام عليكم يا أخوان، أنا معكم موجود. أوكي كيف أمير؟ السلام عليكم أولا كلكم، كيف مساكم كيف ليكم، وشكرا أستاذ سليمان. أنا شوية أتأخركم أصعبكم بس لكن أكثر السلام عليكم. يعني أمسية طيبة طبعا. وموضوع سامدون يا هلا أنا مثلني أسمع سامدون مثل السؤال الذي باللي طيب سامدون أنت من هلا يثبت الميكروفون مهليكو سمعنا سمعنا من هلاك سامدون واحد بني لا أنت سمعني هلاك ملايت سامدون مسموع. عندك مشكلة ملايت؟ أيوه سامدون أنت واصل؟ شكرا أمير. أنا شايف طبعا الناس قاعدين يقولوا ملايت لي شكرا. فبس أحيي سليمان طبعا، شكرا أستاذ سليمان. يعني المواضيع ذاته يعني تايم ليتا، ويعني لا تقول أنا يسأل طبعا يعني كم سلا أمريتال بيرتا أنا ما يعني شوية أتحالي على يعني ما يكتبطوا على فقلنا كذا نقول حاجة فمناتها بس يعني قال لك كده لكن زمان ركب كوب اللي فكر دي بقى.
فأنا طبعا مرئيكو مثلك سليمان دي بناي تيمبو أفريكا تا راديو يعني من ليفل building a secular and civic society civic state a secular and civic state as presented في الاجتماع يقول يعني دولة مدنية ودولة ألمانية. هذا يعني أنا عايز يعني شوية ديفاين مودع قلنا خلفية تاسكها منا ميتا يعني هذا قلميته دولة ألمانية ودولة مدنية مثل يعني طرحها كان يعني is it not enough يعني تقول secular state أو كمان civic state. بعدين يعني السيفيك ستيت إذا شفته يعني مجتمعات يعني كده مجتمعات دي بتطرح حاليا مثلا سيفيك ستيت يعني بزح مسؤولي كوني دي باللي سيكولر ستيتس دي يعني أكثر تلقاه في الميدل إيست وبقوة مطروحة طبعا من حزب إسلامية يعني. هل قل اللي دي أكاونت دو ديكم طرحكم وشكرا الله يخليك يعني. شكرا أستاذ صامدون. أعتقد سؤالك سؤال وجيه وأنا نفسي سألت هذا السؤال لكن بعدين لما فكرت فيه طبعا العنوان الندوة كان وضع من الناس اللي وضعوا برنامج السيمبوزيوم اللي حصل في ألمانيا في الشهر الماضي. ولما جاء من نصيبي أن أتناول الموضوع شفت أنه هو مفيد أيضا الناس تتناول القضية بشقيه المدني العلماني لما فيه بعد اللبس في المعاني. لما راجعتها انه سينا من اكسبرت لكن لما راجعتها شفت انه وانت يعني you're right in saying so يعني لما اغلب الليترشر في الشرق الاوسط يتناول الدولة المدنية لسببين. واحد وكل منطقة وظروفها التاريخية هي اللي تحكم نمط التفكير للنخب السياسية. الدول الشرق الأوسط أغلبها يعيش ديكتاتوريات عسكرية ما قبل ولا زالت يعني ما قبل ثورة الربيع العربي وكذلك حتى الآن يعني. وفي نفس الوقت أيضا يعني وسيلة لعدم أو لما فيه الحساسية اللي تشكلها كلمة العلمانية أو فهمهم للعلمانية وإلى آخره. لما راجعت الموضوع لقيت إنه وإن كان يعني الدولة السيفيك ستيت هي السيفيك منشأها هو السيتيزن لكن from what I found يعني مور مش المدني بمعنى إنه السيفل اللي هو غير عسكري لكن هي فعشان كده جبت أقرب لدولة المواطنة منها لدولة غير عسكرية يعني. فأعتقد كله زي ما قلنا كل منطقة جغرافية عندها ظروفها التاريخية لكن إذا قررنا إنه الدولة المدنية هي السيفيك ستيت يعني ما understanding تعني أكثر المواطن وليس المؤسسة العسكرية أو الجيش أو العسكر زي ما هم يقولوا بالذات الأحزاب الإسلامية. أما الحساسية من العلمانية ربما تأتي نتيجة وده رأيي الشخصي لسببين. أولا محاولة إقحام بشكل أو بآخر الدين بالسياسة لأنه خلفية السيكولاريزم في أوروبا كانت فصل الدين عن الدولة وبالتالي مسألة المدنية بتفسيرها أنها حفوي أنه لا تعني العسكر ولا تعني الدولة اللاهوتية أو الريليجيوس يعني بحذافيرها.
that's the way they put it. لكن أنا I don't think تقدر تحصرها في هذا المفهوم. هو مفهوم أوسع وأقرب، يعني بالذات باللغة الإنجليزية الcivic has more to do with citizen than being military or non-military أو secular. فالأساس هو إيه؟ هو اللي أنا حبيت به الموضوع. الcivic state قائمة على الفاليوز. الفاليوز هي القيم، قيم الحرية والعدالة والمساواة والقانون، وهذا الشيء اللي يجعل المواطنين في دولة معينة كلهم يعني يحسوا بالمساواة أمام القانون، وكذلك عزز الهوية الجماعية اللي هي المواطنة. فمن هذه الناحية شفت أنه هي يعني مهمة جدا نتحدث فيها، ومهمة جدا أيضا نتحدث في كونه هذه الدولة القائمة على هذه القيم وعلى رأسها قيم الحرية والعدالة، تعني ما تعني حرية الإنسان، حق الإنسان، وهو في أنه يختار ويمارس الديانة التي يرتضيها لنفسها. وهي بالضرورة بهذا الشكل لو وضعناها هي توفر أفضل مناخ وبيئة مناسبة للديانات، على عكس ما يقال من الناس الذين يرون غير ذلك. فأتمنى أن أكون موضوع يعني يحتاج نقاش كثير وحساس، لكن أعتقد أنا أكتفي بهذا القدر، وأتمنى أن أكون جاوبت ولو بقدر التواضع على سؤالك. شكرا. أخ سليمان، طبعا هذا السؤال إلا من كين ما إلا من دراكم فيسبوك، ومنه هي أسئلة طوالي كفوا ممكن تسأل مع بعض طوالي، يعني تطلع على المايك وتسأل سؤالك الاثنين مع بعض يجاوبهم، وبعد ذاك في كوكن بعد الإجابة يتقدم كوكن ويسأل سؤال، وبعد ذاك عشان نقفل الأمسية. من كان فيسبوك لما أسأل أخينا سليمان لماذا لا يكون هناك توضيح للمواطنة والدستور في تفاصيل أوسع؟ سؤال من الفيسبوك تكاتب له اللي سؤالته. والسؤال ده لوحده كفو. تفضل خذ أنا يعني أسأل سؤالك وليكريت مسر جاوب أستاذ سليمان. كفو أطلع المايك. أيوة أنا طالع. مساء الخير كلكم. هل أنا مسموع؟ أولا مسموع في صوت؟ أيوة شكرا. مساء الخير أستاذ سليمان، كيف الحال؟ ومساكم الخير جميعا. أخ سليمان، حاولت بنتبه الكاولا تابعكوا لهجاكا. أولا السؤال لداود سأليو إجاو كديبون يا ريت جاو ديبو وتبيلك لودع الذي بإرتريا هلا ودع غير طبيعي وتغيير الديمقرافي اللي حاصل ديبو. هل إلا النظام اللي أنت تطرح اللي كديب اللي قلت طبق قدر باللي ودع لها ديبو بيلك ناية من كتر ما دقدقها لعلمانية ودولة المواطنة، يعني خليتني أحس إنه في مجاميع أو مجموعة أو تنظيمات تطالب بدولة طائفية أو دولة قومية أو إلى آخره. وحسب فهمي التنظيمات يعني أغلبيتها وعلى الأقل المجلس الوطني يطالب بدولة المواطنة والمبنية على دستور وإلى آخره، بصرف النظر عن طريقة الحكم اللي هو الخيار هو الحكم اللامركزي. فاللي توجس من أيامها الوحر لكان الأيد لا تبالله اللي كلا علمانية برضو قمود بزح اللذيبة، لأنه على الأقل نحن الثلاث علمانية نأمر على الأقل، يعني علمانية لكل علمانية دي بتركيا، العلمانية اللي كانت تحارب الدين، ولا علمانية لكالعيت نرئيها اللي أنا مرخية شوية، ولا علمانية لساسيت نحن دي بقرب لأن بر في دولة علمانية تتبان نحن، لكن ما نقدر
يعني نقدر نمارس شعاراتنا، لكن الاحتفال يوم العيد نحن لازم نشتغل، ولازم يوم الجمعة ونشتغل وكذا. يعني حتى قل اللي دي بحسبان آتي يكون لأنه نحن نعتبر اتحسبت آتياني اللي ناسك الله. فأنت يا ريت لو وضح سوى علمانية تدي بلدها قال لك. أما التشكك والتخوف من مدرخ لأنه اللي سب الليتو لقيادات أغلبية المدرخ توم لدي بقلي جولة كرونا أذي، لأنه كلهم كانوا نواة قل اللي مظالم لدي بإريتريا حصلة، ولا نظام لدي بإريتريا الهلة توم لنواة ناويل علو، وكلهم قل يبلي قدر أغلبيتهم دول اللي نظام اللي حقوا أن اختلفوا مسلودي بطريقة لحكم يكون، ولكن تنفسهم دول ما تصوروا كان عقبل دول بهالدي بعد ورود كشنطة الناس قبيل لجوء أغلاف فتشة، ولا بد من جديد مهنة فتش واللي هي المهنة السياسية. أنا أعتقد القضايا الشائكة اللي أزقت تود حقيقة لفتة قضية لعودة اللاجئين بطريقة ترئية، قضية الإقامة المؤقتة لنظام وإلا جماعة لقيادات لهليت يوم دي بمدرخ وما أدرك مدرخ إلا قضايا لإقامة مؤقتة لهليت من تغيير ديمقراطي، من ظلم في جميع النواحي، اقتصاديا ثقافيا كل الاشياء الحاسنه بطريقه قد تحللوا تفكير بكم الليتات من تتاقل لي شويه. يعني كون شاكر ومقدر وتشكر. شكرا للأخ السائل من الفيسبوك، وشكرا للأخ كفو. أعتقد الأخ الذي سأل عبر الفيسبوك نحن مع بعض. يعني أنا قلت يعني قاعد نناقش فكرة، لكن الدستور هو اللي يوضح شكل الدولة ومن هو المواطن فيها، ولكن الحوار المطلوب للوصول إلى هذا الدستور وتعزيز الفهم المشترك للتحديات والوصول إلى رؤية وطنية مشتركة بين كل أطراف المجتمع يسهل عملية الوصول إلى العقد الاجتماعي للقضية، حتى نوصل إلى دستور يجمع عليه الشعب الكل. القضية الثانية يعني هذا الحوار يعني أو هذا الفهم تعزيز الفهم المشترك للتحديات يتضمن أيضا يعني الحوار الصريح، لأنه كل واحد عنده برسبكتيف يشوف فيه المشكلة، ولكن الماي هاي واي أو ذا هاي واي ما حيكون هو الوسيلة، لكن في مائدة مستديرة بتاعت حوار يعني بناء وشامل بدون تابوهات. الناس يعني تطرح الإشكالية زي ما هي تفهمها، فيها من يرى هناك تغيير ديموغرافي، من يرى غيرها من المشاكل، من يرى طريقة تنظيم الدولة وعلاقتها تحديد الدولة وعلاقتها بالدين وغيرها من المسائل الثانية. ده كله يتضمنه في الباكج بتاعت الحوار الوطني الشامل اللي المفروض يوصلنا للدستور. والدستور في حد ذاته بعدين هو القانون الأساسي، ولكن حتتفرع منه قوانين تحمل معه يعني. وهذا الدستور اللي يعبر عن التعدد الإثني والثقافي والديني في المجتمع حيحدد أيضا شكل الدولة التي تتناسب مثل هذا المجتمع، حتى المجتمع يعني أفراده يكونوا متساويين أمام القانون. ففي هذه المرحلة يعني أنا بس قاعد أطرح الكلام من وجهة
بعد النظري ربما يعني صحيح لأنه به عدد إمكانياتنا الآن، لكن في النهاية المسائل العالقة كلها هي مواضيع الحوار والتفاهم حولها من قبل من يمثلوا رغبات المجتمع وهم عاديين. بالنسبة للأخ كفو، أنا لم أقصد جهة معينة متوجسة من هذا أو لا، يعني بالتأكيد يعني حنحتاج إلى حوار أيضا شفاف وصريح عشان نعرف لماذا تأخر التغيير في إريتريا وما هي الإشكاليات التي تعترض يعني والمعارضة والقوى الحاكمة والبلد في أفريقيا. يعني فبالتالي يعني أنا يعني ما حتكلم لا عن مطرح ولا عن المجلس الوطني، لأنه كل له خلفيته كلهم مواطنين هم في النهاية، لكن كمعلومة بس يعني أقدر أمر على عجالة أقول إنه المدرخ إذا عندك معلومات عن من في المدرخ، الناس اللي تقول عليهم مع احترامي لهم يعني، لأنه كل من يعارض ويقول لابد من التغيير السياسي في إريتريا ما كانت محفوظة في ساحة المعارضة ولا أحد فينا يدي يزن أو يمنع، لكن مع احترامي لكل الناس ومختلف خلفياتها، إلا أنه قول الحقيقة أنا أقول أنه المدرخ بعيدة كل البعد عما قلته، لكن ما مشكلة. يعني الحوار والتقارب هو اللي يخلق يعني يكسر جدار عدم الثقة والتوجس. أنا ما عندي أي توجس من أي جهة معينة، فقط يعني حاولت أطرح وجهة نظري في الموضوع، لكن ما كنت أقصد أي جهة معينة. الإشكال العلمانية التي طرحتها مع احترامي لوجهة نظرك، يعني أنا برضه فقط وجهة نظري هي قد أصيبك في الأخطاء، لكن العلمانية هي كذا هي، بعدين تطبيقها يخضع لظروف كل دولة. مدى فعلا كل من تقول أن علمانية هي علمانية ما له موضوع ثاني، يعني هندخل في أشياء نظرية. لكن لو أخذنا بالتعريف العلمي البسيط، هي يعني إنه الدولة أو مؤسسة الحكم تكون على مسافة متساوية من الدين، بحيث يحترم الدين ويحترم التنوع في المجتمع. لو أخذنا في هذا الجانب حيكون هناك يعني ما يبرر التوجس حيكون قليل. عودة اللاجئين وهذه المسائل عندي وجهة نظر في الموضوع، يعني أي إريتري يعني هاجر من إريتريا أثناء حرب التحرير، يعني لو طرح يعني إذا قرر التغيير وقدرنا فعلا يعني نشكل الدولة التي يعني نطمح إليها، دولة القانون، دولة الدستور، دولة يمارس فيها الشعب سيادته. مسألة عودة اللاجئين الإريتريين لو طرح طلب في مشكلة، يعني هو أصلا موضوع سياسي، هو حق طبيعي وتلقائي ما فيه كلام أبدا، لا حد يعني عنده فيه كلام ولا يعني. لو دخلنا موضوع اللاجئين مطلب سياسي يعني وكأنه هناك فيه حيكون في دولة بعد التغيير عن سليمان الآن الوضع الغير طبيعي الموجود في بلدنا، لكن في هناك فعلا دولة ديمقراطية يعني تحتكم إلى الدستور والإرادة الشعبية، وبعد ذلك يكون في مشكلة إنه من يرغب العودة من الإريتريين يكون فيه عقد، هذه مشكلة كبيرة. فبالتالي أنا بتجاوز هذا الموضوع، أقول ده حق طبيعي جدا، ولا يجب أي حال من الأحوال يعني تطرح حتى تطلب من مين يعني، مين يطلب من مين يعني. كل إريتري يمارس حقه الطبيعي بشكل طبيعي حتى يرجع أهلا وسهلا في بلده، هو حر. يعني لو ما توفر هذه الحرية للمواطن الإريتري، الدولة نفسها معناها في إشكالية. بالنسبة للإشكال العلمانية سواء كانت تركية ولا غربية ولا
ولا لا، ولا اللي يسميها الراقية. لا ما أدري إذا هذه التعريف فيها وصف لدول معينة، لكن ما أعتقد أنه في حاجة اسمها علمانية تركية لوحدها ولا علمانية فرنسية، لكن كل دولة عندها ظروفها التاريخية ومنشأتها. لكن ما حاولت أقوله هو يعني علمانية تركيا هي علمانية أتاتورك، يعني جاية على خلفية الدولة من الدين يعني. وتركيا نعرفها تاريخيا ارتباطها الوثيق بالدولة الخلافة. فالكلام ده أتى بعد ما الحزب الإسلامي مارس السلطة في تركيا. ده يعني الأتراك، لكن ما غير يعني تعريف دولة تركيا نفسها لحد الآن. هذا قال يعني هذا الحزب اللي هو الآن في الحكم يعني عمل تعديلات بالسورية وغير شكل العلمانية وجاب تعريف جديد للعلمانية نشوف. لكن لحد علمي لحد الآن دولة تركيا تحكم بدستور اللي أتى به أتاتورك بعدين العالمية الأولى يعني. بالنسبة لقرب الآيات أنا معك، لكن يعني الأقليات وهذه المواضيع يعني في أي حاجة، ما في حاجة اسمها بيرفكت يعني. الأقليات في المجتمعات الغربية ذلك تعاني. المهم إنه القانون يوفر لها يعني شكل من الضغط وتطالب بحقوقها في المساواة وفي الفرص الكاملة. ونحن ما في نقول إنه الغرب هو البرفكت يعني، لكن بشكل عام لو نظرنا لكن يعني مقارنة بدول العالم الثالث يوفر يعني الفرصة للإنسان بما فيه المهاجر يعني اللي ترك بلده لأنه بلده ما قدرت ما جاء حقوقه بتاعت المواطنة. الآن معزز مخرب في الغرب، لكن هل تنقص هناك أشياء؟ تنقص أشياء. المفروض يعني مع الزمن الأمور تتحسن أكثر ويشكلوا مجموعات ضغط يعني تطالب بحقوقهم، وكل ما أعدادهم يعني تزيد كل ما إمكانية تأثيرهم على الرأي العام وعلى القرارات اللي يتخذونها السياسيين أكثر. مع مثلا بعرف إنه في بعض الدول الدين الإسلامي معتمد كديانة ثانية في الدولة يعني ما يعني هذا شيء جديد جاي نتيجة لفكرة عدالة المسلمين مثلا في فرنسا وفي بعض الدول. أستغرب الدول الأسماء بعينها، لكن هذه المسؤولية مسهلة ديناميكية، لكن كل ما يكون في بيئة يعني مناسبة للأفراد والجماعات تمارس حقوقها وفق الدستور وفق القانون، يعني كل ما تعمل جاهدة باستمرار تحسين أوضاعها. غير ذلك ما عندنا خلاف كثير يعني، لكن المسائل العالقة هي كلها موضوع الحوار. لو رجعنا في سياقنا الإريتري عندنا ما يعني يمكن أندر استيميت يعني أمامنا فعلا تحديات ولا بد ما نقدر نقول يعني فلان هو المحق والثاني لا، لكن الناس تتحاور توصل إلى فهم مشترك سواء كان للتحديات أو للأحداث التي مرت بالبلد أو وصول إلى رؤية مشتركة وطنية تضمن المستقبل. وشكرا. شكرا سليمان. طيب إذا آخر عواتمية سؤال ولا مداخلة عواتمية آخر واحد ومنه قلنا باشانا قلنا سارحته. تفضل عواد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير شباب. اوكي شكرا جزيلا. شكرا الاخوة الاعزاء، الاخ املايت اكسبي الادمينات، استاذ حبيبنا كفو كوكن ومريتال، وفوق هذا وذاك استاذ الكبير وحبيبي وصديقي سليمان. والله طبعا انا بس حبيت انه اكثر من مشاركة. سليمان حتى القراءة يعني خارج القراءة الأكاديمية، يا ريت القراءات السياسية الناس تستفيد كانت من هذا الحضور الكبير والأخ سليمان بعد.
معلش انا ما قاعد اصير بس واحد عامل لي تام داون. انا اسف حبيبي امير كيف حالك يا رب؟ معلش يا امير، فتره طالت، الله يخليك ويحفظك يا رب. انا حبيت انه شكرا جزيلا سليمان. طبعا للاسف اول حاجه بالنسبه للعلمانيه والدوله العلمانيه الحياديه بقت تهمه، عرفتها؟ يعني الحياديه، الدوله المحايده من ان تعبر او ان تدي انطباع بان هي بتعبر عن طائفه محدده دينيه او قوميه، والحياد هذا بدل ما يكون محمده بقى تهمه عند البعض. واعتقد ان هذه النقاشات طبعا مفيده بان واحد يوضح ان العلمانيه والدوله المدنيه دائما تقف في مسافه واحده من جميع الطوائف سواء دينيه وسواء غيرها، ولذلك هي ضمان استقرار واستمرار البلاد، تطوراتها كما نشأت طبعا في التجارب الإنسانية. أنا خارج هذا السياق أستاذ سليمان، حقيقة أنا كان عندي لقاء في هذا الغرفة الأسبوع الفات، فأكثر حاجة الناس ركزت فيها المسألة السياسية. طبعا أنا تكلمت عن حقوق الإنسان وعدالة انتقالية والمصالحة الوطنية وكذا، لكن طبعا الاهتمام كله مشى في المسألة السياسية، وأنا عايز أخش برضه في المسألة السياسية. الأخ سليمان إذا سمحت الله يرضى عليك إنه إذا توضح إنه لماذا كان البيان، وضح أكثر معناه في البيان مش في إعلان فرانكفورت، مسألة الترحيب بالرفع العقوبات عن إريتريا والترحيب بعملية السلام المشكوك عند البعض وعند الأخ بريتاج والكثيرين حقيقة طبعا، لأنه هذا التشكيك حول انه عمليه السلام ما موجوده، والناس المفروض الترحيب يكون حذر ورفع العقوبات والترحيب به، بانه هذا السلوك اللي بين اساس الفرق كفرد بدون مؤسسات دستوريه يقوم بعلاقات بهكذا مستوى دوله مؤسسه وهو ما عنده دفوع سياسيه. يا ريت اذا كان عندك، انا متاكد عندك وجهه نظر مختلفه فما مشكلة سلام ناقد قاعد تقول لكم ريتال، فيا ريت مدعاة الترحيب بهذا السلام وإيش مصلحته وإيش مصلحة الشعب الإريتري والدولة الإريترية ومستقبلها في هذا السلام. ما داير أطول عليكم طالما أنا آخر سؤال هو وآخر شخص يتكلم، فيا ريت أخ سليمان بيدي هذا السيشن حقه، ولكم التحية كلكم والسلام عليكم. مساء الخير حبيبنا وراي خواتمية زي ما تعرف في غرفة بلطو صديقي العزيز، ما قصرت يعني ناولت جوانب مهمة جدا. ما أدري والله يا وراي يعني إذا حضرت من بداية الجلسة ولا شاركت بعدين، لكن أنا تناولتها يعني ولو بإيجاز، وكنت أتمنى أن نترجع عليها في النقاش يعني وتوسع أكثر وفي خلاف حولها. لكن وقلت فعلا أنه نحن الآن يعني مهما يعني معروف أنه نحن نحتاج إلى تغيير في إريتريا، نحتاج إلى تحقيق التغيير السياسي الذي يطمح إليه الشعب الإريتري، ويجعل من إريتريا دولة تحتكم إلى الدستور ويمارس فيها الشعب سيادته اللي هو الحق الأساسي لكل الشعوب، وتضمن الحريات وتضمن المساواة ومن القانون وإلى آخره وإلى آخره. لكن الوصول إلى هذا الهدف نحتاج نرفع أيضا التحديات بشكل نوع من الواقعية ومن التحليل العلمي وللظواهر والمستجدات في الساحة الوطنية وفي الإقليم، ونشوف الفرص التي يعني توفر أمامنا تحقيق ما نطمح إليه، عشان ما نطمح إليه ما يكون مجرد تمنيات. فعرفنا إنه نحن فعلا إريتريا ليس اليوم ولكن من البارحة تحتاج إلى تغيير سياسي. أنا قلت هذا الكلام في بداية المداخلة، ورحبت أيضا بشكل صريح بالرفع العقوبات على إريتريا وباتفاقية السلام مع إثيوبيا، حتى لو أنا أعرف
في الوضع اللي في إريتريا لا يضمن المشاركة الشعبية، في غياب المؤسساتية وفي غياب الشفافية. مع ذلك في المجمل السلام مع الجارة إثيوبيا يحقق مصالحنا الاستراتيجية على المدى البعيد نحن كإريتريين، ويضمن الاستقرار والسلم في منطقة معروفة بالحروب، معروفة بنزاعات، ويجعل من الإريتريين وما في رفع العقوبات، لأنه هو قلت أيضا هو الوجه الثاني لنفس العملة. الحرب مع إثيوبيا والعقوبات على إريتريا هو وجهين لعملة واحدة هي، وده في شواهد كثيرة تأكد هذا الكلام ببساطة جدا. يعني اليوم الذي وقع فيه أبي أحمد اتفاقية السلام والصداقة في أسمرة في نفس اليوم الأمين العام للأمم المتحدة صرح عن الأسباب التي خلت وراء العقوبات انتهت ولا بد من رفعها. فده يأكد لمن كان يتشكك في مصدر هذه العقوبات وأهدافها ولماذا أتت، يعني يأكد بشكل واضح الأمين العام للأمم المتحدة، وده يعني وكالة الأنباء كلها تناولته واضح. وعموما المجتمع الدولي يعني وأنت أدرى وراي كان أمام خيرين، يعني عندما إثيوبيا وإريتريا بجهود عالمية أعلنت وقف إطلاق النار في الجبهات الأمامية، واتفقت على اتفاق الجزائر للسلام بين إريتريا وإثيوبيا، وكباكج ضمن هذا الباكج اتفقت الجزائر، اتفقت الدولتان على أن يحتكموا إلى محكمة تقوم بشكل مخصوص لإتيان بالحل للنزاع الحدودي، والدولتين يلزموا مسبقا بما فرضوا هذه المحكمة وبضمانات دولية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الدول الكبيرة، أمريكا وغيرها. سنتين والمحكمة فصلت في الموضوع، وإثيوبيا تملصت من هذا الالتزام أمام العالم. المجتمع الدولي أمام خيرين، إما أن يسقط باعتباره دامن على إثيوبيا ويجبرها على خضوع للقانون الدولي، أو يخلق أوضاع جديدة في المنطقة وتتغير المعادلة السياسية وتقوم حرب في الصومال وحرب مع جيبوتي والعقوبات على إريتريا وغيرها، حتى يتملص المجتمع الدولي من مسؤولياته الشعبية الإثيوبية والإريترية والمنطقة بشكل عام، لأنه الحرب الإثيوبية أضرت بإريتريا اختيار صحيح، بس أضرت أيضا بإثيوبيا وأضرت بالصومال وأضرت بجيبوتي وأضرت بالإقليم كله، وبالتالي أثرت سلبا على الاستقرار والسلم العالميين. فهذا المجتمع الدولي اللي خلق أوضاع ثانية بدلا من أن يمارس مسؤولياته يقوم بمسؤولياته، فتأتي في هذا السياق مسألة العقوبات. وفي إريتريا مسألة التغيير تعرضت لتحديات جديدة، يعني حالة الحرب ولا سلم، لا حرب ولا سلم مع إثيوبيا، وحالة عدم محدودية الخدمة الوطنية والقمع تزايد، ومسألة الحرب إثيوبيا أصبحت أحد المعوقات الرئيسية لتحقيق التحول السياسي في إريتريا، والعقوبات الدولية زادت الطين بلة. فرفع هذه الأشياء هو يصب بالضرورة في مصلحة القوة التي تنادي من أجل التغيير في إريتريا. ومن هذا الباب أنا كنت أرحب بهذه المسائل بشكل واضح وبدون لبس، وقلت هذا الكلام، وشكرا أنك أنت أضفت فيه أشياء مفيدة. ولكن بالضرورة اليوم نحن في مرحلة جديدة، وهذا ما حاول الناس تعبر عنه في سيمبوزيوم بتاع فرانكفورت، على أنه رفع العقوبات وحالة السلم مع إثيوبيا أخذت التحديات أمام الدولة الوليدة اللي اسمها إريتريا، وكذلك أخذت يعني حيز كبير من المعوقات للتغيير السياسي، تحول نحو الديمقراطية وسيادة الشعب. من هذا الباب بكل قصورها هي بالضرورة تسبب مصلحة الشعب الإريتري والكيان الإريتري. وشكرا يا وراي على الإضافة القيمة. باشان سليمان بنستأذن من فاتو كلوت نفر كوكم فاقر على قلب قور على مسلني
داود سركت بغنا فاللي يعني كريتهم لسؤالهم دي بحد لجامعهم كاها قلت جاوبنا بلون. يا ريت فرصة لبوراي لو عندك إضافة في الموضوع لأنه موضوع لأنه مهم هو. على سوك بالرفتها هبا منه لم لا إلهم كلهم لهم كمان مثل نسأله قلت جاوب لهم تفضل بالرأي يعني إذا عندك ده تلاقي كلا قاشاي عوات مية هليكا إذا فتنا أمير دي بكاميرا ما لك عوات مية. طيب أوكي داود لا هو كان حلف قدم داود لأنه هو كان قدم قاعدة داود ومنه داود أسأل حد عند حلفكم أسألتكم سأله كوكن هليكا واحد قبل هليكو مثلا هليكو هليكو سليمان ديال حلف داود طوال أنا بس معلش سؤالي يكون لكن بس شوية يعني ممكن تكون إضافة أو اللي حجارته فعلا يعني حاجات حتى أول يجب أن تكون واضحة بالنسبة لليوم سليمان لكريول على إنه اليوم العلمانية حتى اللي موجودة يعني في الغرب إنه لا يمكن أن نتخيل أن تكون حيادية 100%. حتى هي ما تقرها بنفسها أنه يعني عندي حيادية ما تقول فبالتالي يجب أن لا يعني لا نقول أنه حتى في الغرب يعني حتى ما هي حيادية فبالتالي العلمانية بلاش منها لا حتى في الغرب النهاردة أنه يعني بتقر العلمانية في الغرب أو على الأقل الفاهمين والقائمين عليها يقروا أنه يعني انه الدولة طبعا بيلعبوا فيها المواطنين والمواطنين دول من خلفية تاريخية ومن خلفية ثقافية معينة ما سامتهم فبالتالي ريحة الثقافة اللي عندهم هم ممكن تشتم في الدولة. ده جانب الآخر برضو يعني إذا كان بنرى النهاردة إنه في الغرب ذاته إنه يعني الخلفية المسيحية اللي موجودة إنه في الأعياد في اليهود في المسلمين وفي البوذا وإلى آخره لأنه هي دولة مواطنة وهذه المواطنين هم وفقا للقانون لكن يعني لسه يعني تكون الأعياد ليس هي كما ينبغي انه كلهم يكون عندهم اعياد لكن هذا القصور ايضا بتشبه وهي في معالجه دائمه وفي نقاش دائم خاصه من المفكرين بتاعته فبالتالي نحن ناخذ الشيء الكامل فيها والجانب اللي هي ما اتوفقت فيه نحن يعني مع واقعنا ومع تاريخنا ومع تجاربنا نحن نتكيف معه فبالتالي يجب أن ننظر إليها من هذا الجانب. هذا اللي حبيت أقوله وشكرا. مداخلة علتنا كوكن داود تفضل منتدي بكاميرا لا اللوغ لا أمير في بكاميرا لا داود منا ميكروفون قلت وركي يكون ميكروفوني تبعت كمان قلبي داود واحد أبلي طيب داود إذا ما في ندي الفرصة ليكفوا ايوه هو ما من قبل اتكرر انا داود مسكه داود فالمهم انا ما اختلف مثل كوكن لبيليو فعلا اريتريا تتكون من مسلمين ومسيحيين وبناء عليه نحن بدل ما نستورد باكج اللي حيجينا بكل الوان وباشياء نرضاها وما نرضاها نحن المفروض نتكلم في قانون سواء يكون جزء من نسميه علماني ولا غير علماني
ناخذ في الحسبان الجانبين المسلمي الجانب الإسلامي والمسيحي، بحيث إنه يعمل أكوميديت للجميع، والدولة تكون دولة قانون وليس دولة طائفة معينة. وده اللي أحب أقوله. وبعدين الشيء الأخير اللي أحب أسأله هو، طالما خاصة مجموعة مدرخ موجودين هنا، طالما الأخطاء اللي حصلت أو سواء تكون متعمدة أو غير متعمدة، زي التغيير الديمقراطي والتهميش وإلى آخره، إيه من مساهمات عندهم لحل هذه المشاكل اللي كانوا جزء منها؟ شكرا. قلت أنا إذا مسموع، معلش، مسموع عادل؟ مسموعنا؟ لا، ممتاز. سؤال أنا برضو، هل من الممكن أنه عبر التنظيم مع المجتمع المدني هذه المفاهيم تحتاج إلى ورش وتحتاج إلى أشياء، فبالتالي نحن دائما تنظيمات مثلا النخب السياسيين، هذه الملفات بشكل فجائي بكرة بعد بكرة إذا صار مثلا مثلا انهار هذا النظام الموجود ويحصل فراغ، فبالتالي إذا لم تكن الأمور مبينة تأجيلها إلى الوقت اللي نحتاج فيه مثلا، بعدين ما حنبقى كمان نلم هذه الأمور بسهولة. لكن إذا دائما المجتمع أو الشعب إذا هذه النخب واعية ومحددة أهدافها بشكل واضح، وأقلها ممكن في إطار تنظيماتها في وعي بهذه الأمور، قد تكون ضررها أخف. أما إذا إلى وقتها كما معلوم عندنا، وقتها كمان حتجي انفجار ربما وانفلات أمني. فهذا هو الشق الثاني. سؤالي عن مدرخ تقر به قانون 97، وهذا القانون فيه تناقضات كثيرة، فبالتالي كيف فيه هو أغلب شريحة من المجتمع الإريتري ما حاضره وما موافقة فيه. النقطة الثانية أن هم كانوا في الداخل كمان بالإكراه، كما قال الدكتور براخ الأغربية. فشو رؤيتكم له؟ ولا تأخذني ربما سؤال بحدة أو هكذا، لا بالعكس، أن أرد عشان نفهم، عشان تكون على رؤية واضحة كي لا يحصل فيها بعدين أي التباسات أو انفلاتات أو أشياء. فبالتالي هذا هو. وأشكرك أستاذ سليمان سعة الصدر لتقبل السؤال. مرايد ريبيزو. أيوة سكت. سؤال خلص. أيوة نعود مداخلة. هي مداخلته تقريبا، أعتقد بس في جزئية كده أقرب إلى السؤال بوتا بالكو. أولا أشكر الأخ ممكن على الإضافة القيمة. فعلا زي ما أنت قلت، كل دولة إذا عندها خلفيتها التاريخية وتركيبتها الدينية والثقافية، وبالتالي مهما بدأت الدولة ديمقراطية ومنفتحة على الآخرين، إلا أنه أيضا تحكمها إلى حد كبير خلفيتها الثقافية والدينية، وهذا صحيح. وهذا صحيح أيضا حيكون في إريتريا وكل الدول. وفي النهاية الدساتير زي ما قلنا هي living document،
ما في دستور يعني يعالج كل المشاكل لكل الأزمنة. يعني هو الدستور يعتبر يعني أفضل ما يتوصل إليه يعني أركان العقد الاجتماعي، ولكن هو نفسه أو أجزاء منه قد تحتاج إلى إعادة النظر مع الزمن. والفائدة في الديمقراطية هي توفر وسيلة الضغط عليها، وسائل التغيير المستمر. والتغيير هو عملية يعني continuous، ما تتوقف في شيء معين، ما هو اليوم وغدا قد يتجاوز الزمن، وبالتالي الناس وقراءتها وفهمها للإشكاليات قد تختلف، تتغير الأشياء، فما نختلف مع قانون الأخ كفو أيضا في هذا السياق. فقط بجزئية المساهمات فيما يطلق عليه التغييرات الديمقراطية، خلينا نتفق على أنه يعني في إثيوبيا الآن أمامنا دولة نعمل على تغييرها، وبالتالي يعني التغيير ما من أجل التغيير، ولكن من أجل أن نمارس، من أجل أن نخلق الكيان أو التي يعني تمثل رغبة المجتمع الإريتري، وهي تقوم يعني بتصحيحات الأخطاء التي يعني ارتكبها النظام السابق. والآن ما نقدر نعمل أخذ من الحوار والفهم إلى الوصول إلى فهم مشترك حول هذه التحديات. يعني أنا لا أتصور إنه بمجرد ما يتغير النظام في إريتريا الأوضاع كلها حتكون سمنة على بالعكس، يعني عملية مستمرة هي، والناس حتختلف لكن حتختلف بطريقة يعني وفق القانون وبطريقة مؤدبة وبطريقة حضارية، وتعبر عن خلافاتها واتفاقها بطريقة حضارية، وتحتكم القانون والوسائل القانونية لمعالجة الإشكاليات بما فيها تصحيح الأخطاء التي ارتكبت بحق المواطنين الإريتريين. يعني اليوم نحن أمامنا يعني ما لا يقل عن نصف المجتمع أو أكثر يعني يخدم يعني بما يرتقي للعبودية في إطار خدمة وطنية لا محدودة الأمد، وده نعرف ما تسببه من تمزق اجتماعي وانهيار الاقتصاد وتفكيك الأسرة ومشاكل كثيرة، وعلى حسب بعض المصادر وهو أكثر من 10,000 سجين سياسي. قضايا كثيرة، قضايا اللاجئين الذين لم يستطيعوا العودة، قضايا اللاجئين الجدد الذين يهمون إلى خارج الحدود. وبالتالي القضايا أمامنا كثيرة هي، وما دار أحصرها على منهج أو تنظيم معين بعينه أنه هو عنده العصا السحرية لحل المشاكلات، لكن يقدر يساهم برأيه بشكل إيجابي في حل هذه القضايا. وفي النهاية ما حتحل المشاكل إلا بتوافق يعني أطراف المجتمع. أعتقد البعض هو كلها وجهة نظر، وأغلبه أنا لا أختلف عليه. الأخ داوود برضو أغلب ما قلته كان وجهة نظر، أعتقد كان في جزئية أشبه من السؤال لكن ربما عليها، ولكن هي تناولت هذه من هذه في سياق حديثي. أهلا وسهلا، إذا شفت أنها مهمة نرجع عليها نتكلم فيها يعني أهلا وسهلا برضو. ولكن حتى لا أطيل عليكم الحديث أنا أكتفي بهذا القدر، وأشكر الجميع على هذا اللقاء القيم. وأعتقد يعني من الأسباب اللي تخلي الحديث حول حتى القضايا المختلف عليها، حتى القضايا اللي نشوفها هي كبيرة، هي هي حتظل كبيرة وتكبر أكثر إذا ما تحاورنا حولها. وبالتالي الحوار الشفاف والصريح ومواجهة المشاكل يعني وجها لوجه، واعتماد الحوار كوسيلة لبلوغ الهدف ليس فرضه على الغير، هو اللي يعني حيوصلنا إلى بر الأمان. ولكن أنا معاكم إنه ما أقلل من الإشكاليات التي تعرض بها الدولة الإفريقية الوليدة. وشكرا. شكرا أستاذ سليمان. كل نتحملك يوم مثل عافية كونه وسكاه. سهرت الليل كله سناي ميل بلو بديرة سناي انتقن دايقة كوحني سكينة، لكن يوم عكسك سناي حنا قن دايقة أنا وانتي سكيكة قبل
وشكرا جزيلا، ألف شكر. بعد كده أنت ممكن ندحن مين بلاكا وحنا نسرق نترك من هيكات آيته. يمكن يا جماعة رأي لبكم واللي شوية بالأمسيات ممكن شوية ندقل سينا قلنعير وحتى من يعلبنا لكن قلنكفل ودحن ميو قلنبال. مرة ثانية شكرا جزيلا أستاذ سليمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أيضا أشكرك ملايت، وأشكر جميع الحضور وجميع من سأل وعلق وأضاف. أنا ما شكرا لكم ولحم يوم، وأنا جلسة كويسة ومعليش إذا كان صوتي ما كان يوصل اعذروني. بوغني مسكنكم كلهم حدثكم بريتو التي أنا زبلكم منكم دراوتكم حدثات بحدثكم مثلا بتعيد السلم سكمن زي زي بالمسيين المسمع من تعيد السلم بركم سبات سنك سحر حدث مثل اللعين حدثكم مسكنكم يدلي بقول ما رأسه دامت ثم تسمح مع تقبلوا سبات ويعني اللي شكرا. يا جماعة خلوا سام اللي ندب نسر ما هليت قلا بلو ولا نعير. وكمان سنيتنا طبعا نسيت خلصت الليت. شكرا كمان يا جماعة سنيتنا وأخو كوك نحونا كوك الناي نسيت الفيسبوك تتنقل علت ومتابعين كمان بزحام على وديبة. وطبعا منه كمان اللي حضرها كمان جيب يوتيوب صفحتنا دلالة لنا، أو كمان صفحتنا سنيتنا.com سنيتنا ديبا دقيسة ديبا للإيو اللي حضروا لنا بابد ديبا فيسبوك ركوبه. لو دحنكم سلامتكم وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.